السلام عليكم، أهلا بيكم. معاكم كريم. في البداية أحب أتمنى لكم يوم سعيد. فيلمنا النهاردة أحداثه أقرب ما تكون للقصة الحقيقية. أكيد شفتها قبل كده في عناوين الأخبار: الخيانة الزوجية والانتقام المنظم. فيلمنا بيبدأ في موقع بونا، وبنتعرف على المقاول الناجح كلينت اللي بيتصل بمراته جوانا عشان يقول لها انه حزين لانها هتسافر في الاجازه وهيرجع البيت بدري عشان يقعد معاها شويه قبل ما تسافر، لكن بيتضح لنا ان دي حاجه مضايقاها قوي. وبعد ما بيقفل معاها في ضيف بيجيله، وهي طالعه تجيب الجرايد بنلاقي الكلب بيهوهو عليها جامد. اما كلينت وهو راجع من شغله، المأمور سام بيوقفه وبينزله ويعرض عليه ان هم يروحوا في رحله صيد، وبيصارحوا كلينت ان مراته مسافره في الأجازة، بالتالي قشطة هيروح معاه. وأول ما بيرجع بيته بيفتح لكلبه الدوك اللي فرحان قوي بعودته. واضح إن محدش بيطلعه من القفص غيره، وبيتضح لنا إن جوانا مش سعيدة بعودة كلينت، وبتقوله إنها هتمشي بدري علشان عندها ميعاد مع الدكتور، وبيقول لها إن في مشتري تاني جاله مكتبه وعايز يشتري الشركة ب1.5 مليون دولار، لكنه رفض. وجوانا بتقوله ده مبلغ كبير قوي، وبيقول لها هنعمل إيه يعني لو بعنا الشركة؟ بتقوله نرجع نيويورك، لكنه بيقول لها إن هو بعد عن نيويورك عشان يأسس حياة أفضل ليهم. وبترفض جوانا وبتخرج غاضبة في عربيتها الزرقاء اللي أكيد جوزها اللي شاريها لها. وبيروح كلينت في رحلة صيد مع المأمور وبيشتكي له همه، ويقول له جوانا فتاة عاشت حياتها كلها في المدينة وعندها مشكلة في التأقلم في الريف. حبيبي ما كانش يعرف إنها بتتأقلم مع كورت الدكتور بتاعها اللي بيوعدها إنه هيشتري عيادة باسمهم في بيفرلي هيلز، أغلى أماكن موجودة في أمريكا. وبيحكي لها إن هو قدر يسحب سم من سمكة عنده يقدر يجيب لأي إنسان أزمة قلبية ويموت. وبتلمع الفكرة في دماغها إن هما يقتلوا بالسم ده جوزها ويبيعوا شركته، وبتفق معاها كورت إنها تحط له جرعة السم الكاملة في الأكل عشان تقتله. ولما بترجع البيت بتدور على إزازة السم اللي بيقع منها حبة وبتخبيها في سبة الغسيل، لكن الإزازة مش مقفولة كويس. ولما بيرجع كلينت البيت بيشوفها بتطبخ له أحلى أكل بيحبه، قلبها كله رحمة. وبيخرج عشان يشتغل في ورشته، وبتنزعج جدا من الصوت لكنها بتفكر ان السم معاها، وبتاخد الازازة وتحط منها على الشراب. لكن فجأة بيظهر كلينت وياخد الشراب لترابيزة الاكل، وبتقعد تراقبه وهو بياكل، وكل اللي في مخها انها ممكن تموت لو شربت من الكاس الغلط. وبيمسك كلينت الكاس وبيطلب انها تشرب معاه، لكن فجأة بتجيله ازمة قلبية وبيصرخ من الالم وبيقع ويصرخ ساعديني، لكنها بتصرخ وتقول له موت موت بقى، اخرج من حياتي كتك القرف. وبتتصل بكورت عشان تقوله انها خلصت الحكاية. وبيوصل المأمور سام للبيت اللي بيندهش جدا ازاي صاحبه يجيله ازمة قلبية وهو في عز شبابه. وبنلاقي ازازة السم على الارض، وسام خلاص كان هيدوس عليها. وبيقترح سام ان يحصل تشريح للجثة، لكن كورت بيقوله ده ملوش لازمة. وبنروح لتلاجة الموتى، لكن في جثة منهم رعش. ولما بيخرجوا جثة كلينت عشان يجهزوه للتحنيط، بنلاقي كورت بيتصل بيهم ويقول لهم ان مراته بتطلب ان الجثة تتدفن بدون تحنيط او مراسم لان اكرام الميت سرعة دفن. وقبل ما يبدأوا في شغل التحنيط بيدخل عليهم المدير ويقول له ما تعملش تحنيط، ده هيتدفن النهارده. وان مراته طلبت ان هو يتحط في ارخص تابوت عنده. وفي الجنازة لما بتقرب جوانا من التابوت، كلبه بيهوهو جامد وبتعيط عليه بحرقة تقتل القتيل وتعيط في جنازته القادرة. وبالليل الدنيا بتمطر وفي رعد وبرد، وكأن الدنيا بتتهز من الجريمة اللي حصلت. والكلب بيهوهو جامد وبيزعجها وهي مع كورت في بيت كلينت، فبتقرر ان هي تاخد البندقية وتقتله. تضرب النار على قفل الباب لكن بيهرب دوك، وبتحاول تضربه بالنار بس ملحقتش. وبيروح دوك يقعد جنب صاحبه كلينت في المقابر. الكلب اوفى فعلا من البشر، لكن تحصل المفاجأة ان كلينت لسه عايش في التربة، لان تقريبا اثر السم بدأ يروح. مية المطرة بدأت تقع على وشه، وبيسيبه الذعر طبعا بعد ما لقى نفسه جوه تابوت. وبيبدأ يخبط في التابوت، ولأنها لازم تقع في شر أعمالها اشترت تابوت معفن اتكسر بسهولة. وبيخرج فعلا بعد معاناة وسط ترحيب كلبه، وبيروح على البيت بشق الأنفس. واضح إن السم لسه مأثر عليه، لكنه بيشوف بعينه خيانة مراته ليه. بعد ما فهم اللي حصل بيستنى كورت يمشي، وبعدها ينزل أبو بيته وبيحاول يطلع السلم لكنه مش قادر، وبيقضي ليلته
هناك. وبتروح تاني يوم تقابل المحامي وتقول له ان هي عايزه تبيع الشركه بتاعت جوزها ب1.5 مليون خلال يومين. اما كلينت بيصحى ويجري يشرب وياكل، لكن بيسمع صوت عربيه مراته وبيجري يجيب البندقيه عشان يخلص عليها. لكن جرس الباب بيرن وبيلاقي المأمور جاي يطمن على مرات صاحبه وبيسألها ليه هتبيع البيت اللي كلينت بناه بعرقه، وبتقول له ان هو بقى كبير عليها بعد موت جوزها. وبيخرج المأمور، لكن بيكون كورت وصل للبيت وبيشوفه كلينت، بس هو مش معاه الا طلقه واحده في البندقيه. بالتالي بينزل الابو عشان يحط الطلقه التانيه، وبتقلق جوانا من المأمور وبتقول للكورت لازم نمشي النهارده بالليل، لكنه بيقول لها مش هنمشي قبل ما نبيع الشركه. وبيسمعهم كلينت وبيعرف ان مراته كانت حامل واجهضت عشان ما تجيبش عيال من كلينت. بالتالي بيدرك كلينت ان قتلهم هيبقى الرحمه ليهم. يا ترى ايه اللي في دماغه؟ وبالليل وهي نايمه بيعالج نفسه عشان يعرف يتعامل مع الاوباش دول. وفي اليوم التالي بتبيع الشركه، بتستلم الفلوس، طبعا مش بتصدق نفسها من الفرحه. لكن بيكتشف المأمور ان قصه كلينت مش موجوده، وبيفترض ان حد سرقها، وبيأمر ان التابوت يروح لبيته ويكتموا على الموضوع لحد ما التحقيقات تنتهي. لكن لما بتدخل جوانا الحمام بتلاقي طين مغرق الحمام، وبتتصل بكورت لكنه مش بيرد، وبتسيب رساله ان في حد معاها في البيت، لكنها بتفتكر ان في بندقيه في البيت وبتروح عشان تجيبها. لكن الكلب بيقف قدامها ويهوهو بعنف عليها، لكن وهي على وشك انها تضرب الكلب بالنار بيظهر كلينت متخفي وبتضربه بالنار، لكن ارتداد البندقيه بيوقعها على قفاها وبيحبسها كلينت في القبر وبيبرشم الشبابيك كلها. وعلى الجانب الاخر كورت بيسحب سم تاني من سمكته، وبيسمع رساله مسجله على تليفونه ان صاحب البيت هيطرده لان ما دفعش الايجار بقاله 6 شهور، يعني من الاخر كحيان. ولما بيوصل لبيت جوانا بيطلع السرنجايه وبيفضل ينادي عليها، وبيروح لاوضتها وبيلاقي شنطه الفلوس. وبتفوق جوانا وتسمع صوت كورت اللي بينادي عليها، لكنها بتعتقد ان هو اللي وقعها اصلا. بالتالي بتستخبى وتقوم مدياله بحديد على قفاه، وبتقع السرنجايه من ايده وبتاخد هي الشنطه وتطلع. لكن كلينت بيصلها ويقفل الباب، ويبدا كلينت يعمل حاجه مش مفهومه، وبنشوفه شايل خشب وداخل بيه. وبيفوق كورت وتعتذر له جوانا وتقول له ان في حد في البيت، وهي افتكرته هو. وبيحاول يضرب النار على الباب، بس بيكتشف ان الطلقات اللي محطوطه بايظه. وبيحاول يكسر الشباك، لكن الكلب بيهوى عليه بعنف، بالتالي بيبعد. وكلينت برضه مش مفهوم بيعمل ايه، وبمنشار راح قاسم صوره ليه هو ومراته. وفي اليوم التاني بيصحيها كورت ويقول لها ان هم هنا بقالهم 8 ساعات كامله. وبيفترض كورت ان اللي فوق ده المأمور وعايز حته من التورته، بس بتلمح جوانا السرنجايه وبتقول له لو بتحبني بصحيح احرق كل الفلوس، لكنه بيرفض طبعا. وبتهدده جوانا بالسرنجايه وبيعترف لها ان مفيش عياده هتجمعهم. بالتالي بتتجنن عليه، لكنه بيضربها ويوقعها على الارض، وعلى وشك ان هو خلاص يحقنها بالسن. لكن فجاه الباب بيتفتح، وطبعا بينسوا الاتنين خلافاتهم وبيخرجوا من الباب، بس بيكتشفوا ان البيت اتغير تماما وبقى اشبه بالمتاهه. لكن المأمور على الجانب الاخر فكره مشغول بقضيه صاحبه، وبيكتشف ان الجثه خرجت من التابوت بنفسها، يعني صاحبه ما ماتش. واثناء ما كورت وجوانا بيتخانقوا مع بعض فجاه بنلاقي سور بيفصل بينهم. بالنسبه لكورت بنلاقي قدامه ممر اخره نافذه وراجل مستخبي، ولانه هو معتقد ان ده المأمور بالتالي بيحاول يرشيه بكل الفلوس. لكن كلينت بيوريله نفسه، من خوفه بيقع ويتكعبل وبيحقن نفسه بالسم بالغلط. اما جوانا بيظهر لها كلينت وبيطاردها، وبتلاقي ممر صغير بتنزل منه وتحاول تهرب، لكنها فجأة بتوصل للنهاية، مكان مسدود وبيتقفل عليها سور بسرعة وتتحبس. وكلينت أخيرا بيوريها نفسه ويسألها الطفل اللي أجهضتيه ده كان ولد ولا بنت، وبيرملها جثة حبيبها والفلوس. وبنكتشف ان ده تابوت خشب كبير، وبيقفله بالمسامير ويرش البيت كله بالبنزين ويولع في البيت كله، وبياخد معاه التابوت وكلبه الوفي. وبعد ما بيطفي الحريق بنعرف ان الشرطة ما لقتش جثث. ولما بيروح المأمور لمقبرة كلينت بيلاقي كلينت واقف على قبره اللي مغطيه التراب، وبيقول له سام انه هيتظاهر انه ما شافوش، بس هو مش عايز يشوفه وشه هنا تاني في المدينة. بالتالي بيفهم كلام صاحبه وبيمشي كلينت فعلا. لكن قبل ما الفيلم ينتهي بنلاقي جوانا الخاينة مدفونة حية وبتصرخ، لكن محدش خلاص هيسمعها. الفيلم ده بيثبت لنا ان الكلاب ممكن تكون اوفى بكتير من البشر. لو عجبكم الفيديو ده بقى متنسوش تدوسوا لايك وشير للفيديو عشان نقدر نوصل لعدد اكبر من الناس. ولو عجبكم المحتوى بتاعي متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو. ولو بتتابعوني على الفيسبوك اعملوا لايك وفولو للصفحه، بس ما تخلوش اي فيلم او اي فيديو يليكم عن الصلاه وعباده ربنا. خلاص كده فيديو خلص، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام عليكم.